النهارده هنعمل مع بعض محشي الكوسة ومحشي الكرنب. تابعوا الفيديو للآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الحلوين؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين بحضور شهر رمضان. يعود الأيام علينا بخير جميعا. النهارده مع يوميات حمادة ورحاب أختكم مرماس. هنعمل مع بعض المحشي. يلا بينا كده. انا جبت الكرنب يا جماعه، كانت سالقه كل حاجه ومجهزاها. جبت الكرنب وكنت حاطه الورق في الفريزر، طلعته وعملت الخلطه بتاعت المحشي. طماطم ضربتها في الخلاط وبصل وتوم والشبت، وطبعا كلنا عارفين المحشي بيتعمل ازاي. النهارده هعمل المحشي بورق الكرنب والكوسه. نكمل مع بعض المحشي. بنلف طبعا الورقه كده، كلنا عارفين يا جماعه، بس انا حبيت احضر معاكم طبعا الاكلات اللي بعملها. مش ان انتوا لا سمح الله مش عارفين تعملوا، لا، انا حبيت ان انا اكون موجوده معاكم وانا بعمل الاكلات بتاعتي. كل سنه وانتم طيبين جميعا وعلى امه محمد. انا ما حبيتش اطول عليكم واحضركم المحشي من اوله كده. طبعا هنا ده محشي كوسه بعمله بالشكل الجميل ده. كده يا جماعه بغسلها، طبعا بقطع من هنا وهنا وبعملها كده بالشكل الحلو ده عشان تديني شكل شكل حلو. نجردها كده بس بتدينا شكل طرنشات كده. نقسمها بالسكينة كده كده، ونقورها كده. مش حاجة صعبة يعني، سهلة على اي واحدة ست. ماشي كده يا جماعة، ما بتاخدش وقت. بنرقاها خالص كده يا جماعة، تبقى بتعمل مدرجات بالشكل ده. ده شكلها حلو. وهنا طبعا بنرقق ده كله. ماشي، وبنبدأ نحشي. خليكم معايا كده. ما نكترش الرز علشان متبقاش حصى، تبقى عايزة حاجة خفيفة بس. طبعا هنا بنقطع طرنشات فلفل، ومستحب يعني تبع يعني كل واحدة ورأيها. بصل طرنشات على طماطم في أرضية الصينية بتدي نكهة حلوة. ماشي، زي ما كل واحدة بتحب تعمل في بيتها يعني. أنا حبيت أشارككم أكلي اللي بعمله النهاردة. طبعا بتترص كده. ماشي، أنا بحبكم في الله يا جماعة، عشان كده حابة إن أنا أنا بسيطة وعلى قدي ومبتدئة طبعا، بس طبعا انتوا معايا هتكبروني وتوصلوا لي اللي انا عايزاه، لان هي غي انا ست بسيطة بس غاوية. طبعا يا جماعة دعمكم ليا ده شيء هو اللي هيكبرني. ماشي، وانا بكم مش من غيركم مش هكبر.
واعملوا لي لايك متنسوش عشان خاطري، انا ست بسيطه وببدا لسه مبتدئه جديد، وانا بحبكم في الله ومش هطول عليكم. اعمل لكم فيديو تاني 5 دقايق اخلص وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي الحلوين مع اخر حاجتين في الكوسه بقى. يلا مع بعض نحشيهم عشان ننزل بيهم بالشوربه. طبعا المحشي بياخد له ساعه او ساعه الا ربع او نص ساعه، تبع على حسب يعني ما الحاجه بتتردد وتخلص. ما نملاش الكوسايه قوي، مضغطهاش يعني عشان ما تبقاش حصى. طبعا ده الشكل النهائي للحله بتاعت الكرنب، وده صينيه الكوسه. طبعا هحط لها بقى شوربه واسويها على النار، وتابعوني لما للاخر. يلا مع بعض كده. الشوربه اهيت، هنحط عقد المحشي. الحاجه اما بتكون سخنه بتقوم على طول في سويها. حاجات بسيطه يا جماعه، بس انا حابه اشارك معاكم فيها، لان بصراحه انا غاويه انني اكون معاكم. بس طبعا نفسي تدعموني واشتركوا في القناه ودعموا الفيديو بلايك. مش هياخد منكم حاجه يا جماعه، لاختكم حبيبكم يعني برضو زي ما انا بحبكم. ام رماس ده كده ده المحشي. حطوا بقى هيقوم على طول. يلا هنعلق عليه هيقوم على طول ان شاء الله اهوت. وخليكم معايا، ده صينيه الكوسه برضو عشان ندخلها الفرن يا جماعه. الكوسه بتدخل الفرن مستحبه يعني عشان تحمروا تستوي براحتها. كده بقى هتدخل الفرن. مش هطول عليكم، استنوني لما الصينيه تطلع من الفرن وانتظروني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورجعت لكم تاني يا حبايبي الحلوين بعد ما خلصت صينيه المحشي. بقيت من المنظر الجميل ده ماشي بألف هنا وعافيه. وده محشي الكوسه، وده محشي الكرنب. بعد ما خلصت الله شيف اتفضلوا معانا يا جماعه. طبعا هجهز الصينيه وهنزل افطر مع بابايا ومامتي. وده صينيه البشاميل بألف هنا وعافيه. اتفضلوا معانا يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. وهرجع لكم تاني بس بعد ما انزل بقى الفطار، لان عايزاكم تفطروا معانا. باي باي.